اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. الحلقه الاولى من مسلسل وينزداي. بيبدا المسلسل في يوم دراسي في مدرسه نانسي ريجن الثانويه، وبنكون مع بنت اسمها وينزداي. بنت شكلها غريب ونظراتها اغرب. وينزداي بتتفاجئ ان اخوها باجزلي متكتف ومحبوس في الدولاب بتاعه، فبتنقذه وبتساله مين اللي عمل فيه كده، فبيقول لها انهم شله من الاولاد لكن هو ما يعرفش اساميهم ايه. وفجاه وينزداي بتجيلها رؤيه بكل اللي حصل، وبتقدر تعرف مين الولاد اللي عملوا في اخوها كده، وبتروح لهم على حمام السباحه. واول ما بيشوفوها واحد منهم بيتريق عليها جامد، فبتقوله ان اللي هو عمله مع اخوها مش هيعدي بالساهل، وبترمي اسماك البيرانا المتوحشه في الحمام علشان تخليهم يترعبوا ويجروا بسرعه بره الحمام. لكن الاسماك بتموت واحد منهم وهي بتكون مبسوطه باللي بيحصل. بعدها وينزداي بتكون مع باباها جوميز ومامتها مورتيسا اللي واخدينها ورايحين على مدرسه اسمها نيفرمور، ودي مدرسه للمنبوذين والمتحولين اللي تصرفاتهم غريبه. لكن وينزداي ما بيكونش عاجبها اللي بيحصل، بس مامتها بتقول لها ان ده افضل حل ليها، خصوصا بعد ما المدرسه رفضتها عشان اللي هي عملته في الولاد في حمام السباحه، وانها كان ممكن تتحبس لولا ان باباها قدر يحل المساله مع اهالي الطلبه دول. باباها بيقول لها انها هتكون مبسوطه في المدرسه دي قوي لانها المكان اللي قابل مامتها فيه، ده غير انها هتلاقي طلبه كتير زيها وهتقدر تتاقلم معاهم بسرعه. وبيوصلوا المدرسه وبترحب بيهم المديره لاريسا اللي بتقول لوينزداي انها كانت شريكه مامتها في السكن في نفس المدرسه، وانها معجبه بالسجل الدراسي بتاع وينزداي، عشان كده هي قابلتها في المدرسه في نص السنه. ده غير ان التاريخ الطويل لباباها ومامتها مع المدرسه كان سبب كبير في قبولها. مورتيسا بتكون قلقانه علشان العلاج النفسي بتاع وينزداي واللي امرت بيه المحكمه، لكن لاريسا بتطمنها وبتعرفها ان في معالج نفساني معتمد في المدرسه وهيعمل جلستين في الاسبوع. لاريسا بتاخد وينزداي وبتوريها السكن بتاعها، وبيكون هو نفس السكن اللي كان بتاع مامتها لما كانت طالبه، وبتعرفها على شركتها في السكن ايند اللي بترحب بوينزداي جامد، بس بتتفاجئ انها بتقابلها ببرود. فبتقوم مامتها بتعتذر لها وتعرفها ان وينزداي دي عندها حساسيه من الالوان اللي موجوده في السكن. ايند بتاخد وينزداي في جوله في المدرسه وبتقول لها ان المدرسه دي مخصصه للوحوش والمنبوذين، وبتعرفها على الفئات اللي موجوده فيها زي فئه مصاصين الدماء واللي موجودين من الاف السنين في المدرسه، وفئه المستذئبين اللي بيتحولوا ذئاب بالليل، وفئه الحراشيف او الاسماك وزعمتهم بيانكا اللي انفصلت عن فنان المدرسه المحبوس اكزامير. وينزداي بتقول لها انها مش مهتمه بكل ده لانها مش ناويه تقعد هنا كتير، وده علشان هي مش عاوزه تخلي باباها ومامتها يوصلوا للهدف بتاعه، وهو انهم يخلوها نسخه منهم عشان هي ليها طموحاتها الخاصه بيها وما بتحبش حد يتدخل في حياتها. بعدها اسره وينزداي بتودعها ومامتها بتتكلم معاها وبتعرفها انها مش هتسمح لها تهرب من المدرسه دي مهما حصل. وينزداي بتقول لها انها مستهونه بيها قوي وان عندها قدرات كتير هي ما تعرفش عنها حاجه، لكن مامتها بتقول لها ان مش هتلاقي مكان تهرب فيه مهما عملت. ووسط كل ده مامتها بتديها سلسله هديه علشان تخليها معاها، وبتطلب من اورتش السواق بتاعها يديها الكره المسحوره اللي هيتواصلوا من خلالها. بس اللي ما تعرفوش وينزداي ان مامتها بتحبها قوي وزعلانه جامد على فراقها، لكن جوميز بيطمنها وبيقول لها ان وينزداي مش هتكون لوحدها، وبيخلي ايد مسحوره تروح على المدرسه عشان تكون جنب وينزداي. في الغابه اللي جنب مدرسه نيفرمور بيكتشف مأمور المدينه والمساعده بتاعته بقايا جثه بشريه. المساعده بتاعته بتقوله ان اللي حصل ده نفس اللي حصل في الحادثتين بتوع الاسبوع اللي فات، فبيطلب منها تصدر تحذير للناس عشان محدش يعمل مخيمات في المنطقه دي، وان ده بسبب الدببه اللي بتهاجم البشر. لكن المساعده بتاعته بتقوله انت عارف ان اللي عمل كده مش الدببه. فبيقول لها انه عارف ان اللي عمل كده من مدرسه نيفرمور، لكن مفيش دليل على كده، ولغايه ما يثبت الكلام ده هيقولوا للناس ان الدببه هي اللي بتعمل كده. تاني يوم وينزداي بتشوف بيانكا وهي بتغلب ولد اسمه روين في صاله الالعاب بتاعه المدرسه، فبتتحداها وبتكسب عداوتها من اول لحظه، لكن بيانكا بتغلبها وبتعورها في وشها. روين بياخدها على العياده وبيعتذر لها عن اللي حصل، وبتعرف منه انه مش عاوز يقعد في المدرسه دي زيها، لكن وينزداي بتقول له انه يحاول يكون اقوى من كده وبتسيبه وبتمشي. بس وهي ماشيه في حد بيوقع عليها تمثال من على السور، لكن اكزامير بينقذها في اخر لحظه، وبتعرف منه انه عمل كده عشان بيرد لها الجميل بتاعها عشان هي انقذته من الموت لما كان سنهم 10 سنين. بس هي مش فاكره اللي حصل، لكن هو بيفكرها باليوم بتاع جنازه جدته اللي كانت صاحبه جدتها، وانهم كانوا بيلعبوا مع بعض وهو استخبى في التابوت وكان هيموت لولا انها انقذته. وينزداي بتفتكر اليوم ده وبتقول انه شكله اتغير خالص. كل اللي بيحصل ده
والايد المسحوره بتكون مراقبه وينزداي لحظه بلحظه، لكن وينزداي بتقدر تكشفه وبتقبض عليه وبتهدده انها تحبسه في الدرج لحد ما يموت او انه يساعدها في كل اللي هي عاوز تعمل. الايد المسحوره بتكون خايفه من وينزداي علشان هي عارفه انها شرانيه، فبتوافق على كل اللي هي بتقوله. الصبح بتاخدها المديره لاريسا على مدينه جيريكو علشان جلسه المعالج النفساني دكتوره كينيبوت، واللي بتحاول تتكلم مع وينزداي عن حياتها الشخصيه، وبتقول لها انها عارفه حبها لكتابه الروايات وانها كتبت 3 روايات حلوين وكانت هتنشرهم في الجريده، بس وينزداي بتعرفها ان مديره التحرير ما عجبتهاش روايتها ورفضت تنشرها، وانها قالت على الروايات بتاعتها كلام مش كويس وطلبت منها تتعالج عند دكتور نفساني. عشان كده وينزداي بعتت لها رساله شكر على ذوقها. بس وهما بيتكلموا وينزداي بتطلب انها تخش الحمام وبتهرب من البيت بسرعه، بس بتخبط في تاجر خضار وبتشوف انه هيموت في حادثه بعد شويه، لكن لما بتلاقيه بيقول لها كلام مش كويس بترفض انها تنصحه. بعدها بتروح على الكافيه وبتقابل ولد اسمه تايلر واللي بيكون محتاس ومش عارف يصلح مكنه القهوه، فبتساعده وبتصلحها وبتطلب منه يوصلها لاقرب محطه قطر، فبيوافق انه يساعدها بس بعد ما الشيفت بتاعه يخلص، لكن هي بتكون مستعجله وبتحاول تديله فلوس عشان يمشي معاها قبل ميعاد الشغل، بس هو بيرفض ياخد الفلوس وبيطلب منها تستناه لحد ما يخلص شغله. لكن وهي قاعده بيدخل عليها 3 ولاد وبيضايقوها، فبتتخانق معاهم وبتضربهم، وبيوصل مأمور القسم اللي بيتفاجئ باللي هي عملته، وبتعرف وينزداي ان تايلر يبقى ابن المأمور، وبتدخل عليهم لاريسا وبتعتذر للمأمور وبتعرفه ان وينزداي هربت منها، لكن المأمور بتاع القسم بيقدر يتعرف عليها وانها بنت جوميز اللي هربان من الشرطه ومحكوم عليه بالسجن في جرايم كتير، وبيقول لها انه من اللحظه دي هيراقبها، لكن وينزداي ما بتردش عليه وبتمشي مع لاريسا. وهم راجعين لاريسا بتطلب من وينزداي انها تبطل تكسب عداوه كل اللي حواليها وتحاول تعمل صداقات مع اللي حواليها، لكن وينزداي بتصمم على اللي في دماغها وبتطلب من اينيد انها تساعدها، وبتستخدم الكمبيوتر بتاعها عشان تبعت رساله لتايلر، وبتخلي الايد المسحوره تروح له عشان يعرف انها عاوزه تتكلم معاه، وبتطلب منه يساعدها على الهروب في يوم المهرجان بتاع المدينه، وبتقوله انها هتديله المبلغ اللي يطلبه، لكن تايلر بيقول لها انه هيساعدها من غير فلوس لانه نفسه يهرب معاها من المدينه الكئيبه دي، بس مش هيقدر يسيب بابا لوحده. وفي يوم المهرجان وينزداي بتلاقي لاريسا بتراقب كل تحركاتها، فبتطلب من تايلر انه يقابلها اول ما الالعاب الناريه تشتغل. تايلر بينفذ اللي وينزداي قالته، بس قبل ما يمشوا بيديها الملف بتاع باباها الموجود في اسم الشرطه، واول ما بيبداوا يتحركوا بيلاقوا ال3 ولاد اللي وينزداي ضربتهم في الكافيه عاوزين يتخانقوا معاه، لكن تايلر بيقول لها انهم لازم يهربوا منهم علشان يلحقوا ميعاد القطر. بس وهم بيهربوا وينزداي بتشوف روين وبتشوف رؤيا انه هيموت في الغابه، فبتروح وراه عشان تنقذه، لكن بتتفاجئ انه عاوز يموتها، وبتعرف ان هو اللي رمى عليها التمثال من سور المدرسه، وده بسبب صوره ونبوءه لمامته من 25 سنه واللي كانت عرافه قويه في المدرسه، وهي اللي رسمتها في الصوره وقالت له انها البنت اللي هتموت كل اللي في المدرسه، وان قدره انه لازم يتخلص منها قبل ما تعمل كل ده. وبيظهر فجاه مخلوق من العدم وبينقذها وبيموت روين وبيختفي. وينزداي بترجع على السكن وبتتكلم مع باباها ومامتها اللي بيسالوها عن اخبارها في المدرسه، فبتقول لهم انها حبت المكان ده قوي بعد كل اللي شافته. تبدا الحلقه الثانيه من المسلسل بضابط شرطه بقياده المأمور جيليان، وهم بيدوروا على جثه روين في الغابه، بس ما بيلاقوش اي اثر ليها. المأمور ما بيصدقش كلام وينزداي عن اللي حصل وان في وحش ظهر فجاه وهو اللي موت روين، وبيكون شاكك ان اللي عمل كده حد من مدرسه نيفرمور، وكلامه ما بيعجبش لاريسا مديره المدرسه واللي بتقول ان روين هرب من المدينه وما ماتش، وبتطلب منه يمشي من المدرسه، لكن وينزداي بتقول لها انها عاوزه تتكلم مع المأمور على انفراد. لاريسا بتوافق وبتطلب من وينزداي انها تكون حذره في كلامها مع المأمور، وبتقول للمأمور انه لو حاول يقدم اي تهمه لاي حد في المدرسه بدون دليل هتبلغ العمده بتاع المدينه. وينزداي بتقول للمأمور ان في حد بيحاول يغطي على الجريمه بتاعت روين، بس هما بيتكلموا بيلاقوا روين فتح الباب ودخل عليهم علشان يخليهم في حاله صدمه. وفي جلسه العلاج النفسي دكتور كينيبوت بتحاول تفهم من وينزداي سبب كذبها، لكن وينزداي بتقول لها انها ما كذبتش وان كل اللي قالته حصل قدام عينيها. دكتور كينيبوت بتحاول تقرب اكتر من وينزداي عشان تتكلم معاه بصراحه، لكن وينزداي بترفض ده وما بترضاش تتكلم في اي حاجه تاني. وبعد ما الجلسه ما بتخلص بتقابل تايلر وبتعرف منه ان هو كمان محكوم عليه من المحكمه بجلسات العلاج النفسي بسبب خلافاته مع باباه، وبيحاول يعرف منها ايه اللي حصل في الغابه مع روين، فبتقول له ان الكل مش مصدقها، فبيقول لها ان هو مصدقها. وينزداي بترجع على المدرسه وبتقابل اينيد وبتقول لها انها حاسه ان في حاجه غلط حواليها وان في حد بيدبر لها مكيده وانها مش هتسيب موضوع موت روين
روين يعدي كده. إينيد بتقول لها إن إكزامير ممكن يساعدها في كده عشان هو شريك السكن بتاع روين. وينزداي بتروح على مكتب لريس وبتطلب منها تسمح لها تتكلم مع روين، لكن بتعرف منها إن المدرسة طردت روين لأسباب سرية، وبتفاجئها إنها عارفة بموضوع الرؤية اللي بتجيلها دايما، وده علشان مامتها كان بيحصل معاها نفس الموضوع وهي في سنها، وبتسألها إن كانت حكت لمامتها على الموضوع ده ولا لا. وينزداي ما بتردش عليها، بتغير الموضوع وبتطلب منها تشارك في النشاط المدرسي ولازم تختار مجال تشارك فيه قبل نهاية اليوم. وينزداي بتروح على الإيد المسحورة وبتطلب منها تراقب روين زي ضله، وبتقابل إكزامير وبتسأله عن روين، فبيقول لها إن الفترة الأخيرة بقى يتصرف تصرفات غريبة وكأن حد مسيطر على عقله، وبيطلب منها تبعد عن تايلر عشان هو ولد مش كويس. لكن وينزداي ما بتصدقهوش، وبالصدفة بتقابل روين وبتحاول تتكلم معاه، لكن ميس سورنهيل المشرفة بتاعة المدرسة بتقول لها إن ده ممنوع، وبتاخد روين وبتمشي، والإيد المسحورة بتكون لازقة في العربية بتاعته. في محطة القطر روين بيدخل الحمام وبيغير شكله من طالب لراجل عجوز. طبعا الإيد المسحورة ما بتاخدش بالها من اللي حصل، وبتفضل تدور عليه في الحمام وفي كل حتة وما بتلاقيهوش. في الوقت ده بتلاقي إن الراجل العجوز ده هو لاريسا مديرة المدرسة، والإيد المسحورة بترجع لوينزداي اللي بتتخانق معاها وبتتهمها بالتقصير. وينزداي بتروح لإينيد وبتطلب منها تمثل شخصيتها في المنحى عشان هو ده النشاط بتاعها، وهي عارفة إن لاريسا هتكون مراقباها، وهي عاوزة تروح الغابة تدور على دليل يساعدها على حل اللغز بتاع موت روين. إينيد بتوافق بس بشرط إن وينزداي تصالح الإيد المسحورة الأول عشان هي زعلانة منها. وينزداي بتروح للإيد المسحورة وبتعتذر لها وبتعرفها إنها قلقانة قوي من الصورة بتاعت مامة روين، وإنها مش عاوزة تكون سبب في أي حاجة وحشة تحصل للمدرسة أو لأي حد من الطلبة، وإنها متأكدة إن في حد ورا كل اللي بيحصل ده. من ناحية تانية تايلر وباباه بيتخانقوا سوا علشان تايلر مش عاوز يحكي لباباه عن اللي بيحصل في جلسات العلاج النفسي، وبيطلب من باباه إنهم يتعشوا سوا، لكن باباه بيعرفه إنه رايح على الغابة علشان يدور على دليل في قضية روين. وفي الغابة تايلر بينقذ وينزداي قبل ما باباه يشوفها، وبتعرف منه إنه متعود يراقب باباه عشان بيحبه وبيخاف عليه مع إنهم مختلفين مع بعض. وبيعرف منها إنها جت عشان تدور على دليل في قضية روين وعاوزة تعرف ليه الوحش أنقذها من الموت. بس وهم بيتكلموا بتلاقي النضارة بتاعت روين، وبتشوف رؤية بيكون فيها اللي حصل يوم ما التمثال وقع عليها، وبتشوف كمان الكتاب اللي روين خد منه الصورة اللي هي مرسومة فيها، وإن في علامة مائية مخفية على الصورة دي. فبتروح بسرعة على المكتب وبتعرف من مشرفة المدرسة إن الكتاب اللي هي بتدور عليه يخص اتحاد طلابي قديم اسمه نايت شيد، بس الاتحاد ده تم حله من زمان ومش موجود دلوقتي. بعدها وينزداي بتروح على السكن بتاع إكزامير وروين عشان تدور على الكتاب، لكن ما بتلاقيش الكتاب، وبتلاقي قناع غريب تحت السرير بتاع روين، وفجأة بيوصل إكزامير فبتستخبى بسرعة تحت السرير، وبتوصل بيانكا اللي بتكون عاوزة تتكلم مع إكزامير تطلب منه إنهم يرجعوا لبعض، لكن هو بيرفض وبيقول لها إنها إنسانة مخادعة ومش صريحة وهو مش قادر يسامحها. بيانكا بتقوله إنها عارفة إنه معجب بوينزداي وإنه اتخانق مع روين عشان كان عاوز يموتها، وبتسأله هو إيه اللي عاجبه فيها، فبيقول لها إنها واضحة وصريحة. وينزداي بتسمع الكلام ده وبتكون مندهشة قوي، وبتتفاجئ كمان إن بيانكا عاملة خدعة في إينيد عشان تهزمها بكرة في المسابقة. وينزداي بترجع على السكن وبتلاقي إينيد بتعيط عشان المساعدة بتاعتها في المستشفى، فبتقول لها إن اللي عمل كده هي بيانكا، وإنها هتكون المساعدة بتاعتها في الفريق علشان يكسبوا المسابقة ويغلبوها. تاني يوم في المسابقة الكل بيتفاجئ إن وينزداي هي المساعدة بتاعت إينيد، وبما إن المسابقة ما فيهاش أي قواعد فبيانكا بتعرف تستغل ده قوي لمصلحتها، خصوصا وإنها زعيمة الأسماك، فبتخلي واحد من نفس جنسها يساعدها ويعطل الفرق التانية. لكن وينزداي والإيد المسحورة بيكون ليهم رأي تاني، وبتستغل خدعة بيانكا ضدها وبتقدر تغلبها هي وإينيد ويكسبوا. بس وسط الاحتفال بتسليم كاس المسابقة وينزداي بتكون قاعدة لوحدها بعيد عن الدوشة، وبتشوف رؤية تعرف منها إنها هي المفتاح، وبتلاقي العلامة اللي على الكتاب اللي بتدور عليه موجودة في الكتاب اللي ماسكة التمثال اللي وراه. فبتروح بالليل وبتحل اللغز المكتوب، وبتقدر تفتح بوابة لمكتبة سرية كبيرة وبتلاقي الكتاب اللي بتدور عليه، لكن في حد بيخطفها من قبل ما تمشي من المكتبة. بتبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل وينزداي مع وينزداي، واللي بتلاقي نفسها مخطوفة من جماعة غامضة واقفين حواليها ولابسين أقنعة، لكن وينزداي بتقدر تعرف بيانكا من وسطهم وبتطلب منها تشيل القناع، فبيشيلوا كلهم الأقنعة عشان تلاقي إكزامير معاهم هو كمان، وبيسألها هي عرفت المكان السري بتاعهم ازاي، فبتقول لهم ان روين هو اللي قال لها على المكان ده. وينزداي بتتكلم معاهم وبتعرف منهم انهم جماعة نايت شيلد واللي رجعت من تاني لكن في السر وتحت اشراف مديرة المدرسة، علشان كده هم قلقانين وخايفين منها ومش
ومش عارفين هيعملوا ايه. اكزامير بيقترح عليهم ان وينزداي تنضم ليهم وتقسم القسم بتاعهم وبكده هتتحل المشكله، لكن بيانكا بترفض لانها شايفه ان وينزداي ما تنفعش تكون معاهم. وينزداي بترد عليهم وبتعرفهم انها مش مهتمه تنضم ليهم اصلا، وبتفك الحبل بنفسها وبتقول لهم انهم جماعه من الهواه. تاني يوم الصبح المديره لاريسا بتعلن عن نشاط تطوعي هيكون في المدينه، وان كل الطلبه يشاركوا فيه احياء لذكرى التمثال تذكاري هو رمز للمدينه كلها، وبتوزع الاعمال على الطلبه كلهم. وينزداي بيكون من نصيبها انها هتشتغل في متجر التحف، ولاريسا بتقول لها انها سمعتها وهي بتعزف تشيلو بالليل، وان العزف بتاعها عجبها قوي وانها فعلا موهوبه، عشان كده هيكون ليها دور كبير في الحفله الجايه مع الفرقه الموسيقيه بتاعه المدرسه اللي جنبهم وفي المدينه. وينزداي بتتكلم مع اكزامير عن روين وانها متاكده انه مات. اكزامير بيكونش مصدقها، لكن بيقول لها انه مستعد يجاوبها عن اي سؤال، فبتوريه صوره راجل في الكتاب وعاوزه تعرف هو مين. فبيقول لها ان كراكستون مؤسس المدينه، وان ليه تمثال كبير موجود في الميدان، وان كل اللي في المدينه بيحبوه قوي عشان هو اللي كان ليه الفضل في ان المدينه دي تبقى كده. في الوقت ده المأمور بيكون مع العمده بتاع المدينه وبيتكلموا عن الحوادث اللي بتحصل في الغابه، والعمده مش مقتنع بكلام المأمور وان السبب في كل اللي بيحصل ده حد من مدرسه نيفرمور، وبيقول له انه ما يقدرش يوجه اي اتهام لمدرسه نيفرمور لان هي اكبر ممول ليه في حملته الانتخابيه، وبيطلب منه يدور كويس على الدب اللي موجود في الغابه. وينزداي بتطلب من اينت تبديل وظائفهم التطوعيه عشان تقدر تدور على معلومات عن العالم الخفي اللي حواليهم وتعرف كمان ايه قصه كراكستون دي. فبتروح اينت على متجر التحف مع اجس، وينزداي بتروح على المطعم وبتلاقي 3 ولاد المشاغبين بيتخانقوا مع يوجين صاحبها، وطبعا بتضربهم كالعاده وبتنقذ يوجين وبتطلب منه يخلي باله ويراقب الجو حواليهم لغايه لما هي تدخل بيت الاجتماعات القديم بتاع كراكستون. وبتتفاجئ لما بتشوف لوحه موجود فيها بنت صغيره هي شافتها في رؤيه من بتوعها، وبتلاقي الكتاب اللي البنت شايلاه في الصوره، لكن بتتفاجئ ان كل الصفحات بتاعته فاضيه، وبتعرف ان الكتاب الاصلي متشال في مكان محدش يعرف عنه اي حاجه. لكن المشرفه ايرين تدخل عليها وبتطلب منها تخرج فورا من المكان ده. وينزداي بتسالها عن مكان الكتاب الاصلي، وايرين بتقول لها انها ما تعرفش مكانه فين. وينزداي بتروح على الكافيه وبيكون اكزامير موجود في الكافيه متطوع، وبيطلب منها تبعد عن تايلر، لكن وينزداي بترفض نصيحته مره تانية، وبتسال تايلر اذا كان يعرف مكان بيت كراكستون، وبتعرف منه العنوان، وبيطلب منها انه يروح معاها لكن هي بترفض، وبتاخد الايد المسحوره وبتروح على هناك. وفي بيت كراكستون بتحاول انها تلمس الحاجات على امل انها تشوف رؤيه تدل على اي حاجه. في البدايه ما قدرتش توصل لحاجه، لكن وهي ماشيه شافت رؤيه وبتشوف البنت مره تانية، وبتعرف ان اسمها جودي ادمز، وبتشك انها من نفس النسل بتاعها من 400 سنه لان في شبه كبير قوي بينهم. لكن جودي بتتعرض للاضطهاد من مجموعه اسمها الحجاج بقياده كراكستون، لانها بتحارب كراكستون عشان هو اللي احتل ارضها وموت ناس كتير من القبيله بتاعتها، لكن هو بيتهمها انها ساحره شريره هي والقبيله بتاعتها، وبيحرض الناس علشان يضربوها ويموتوها هي واسرتها. الناس بتحرق البيت بتاعها ومامتها بتطلب منها تهرب بسرعه، لكن كراكستون بيجري وراها وبيقول لها انها مش هتقدر تهرب منه. وينزداي بتفوق من الرؤيه بتلاقي الوحش قدامها بس بيجري منها، فبتجري وراه وبتشوف اثار رجله على الارض اللي بتتحول لرجل بني ادم، وبتعرف ان الوحش ده انسان موجود حواليهم. فجاه بيظهر لها اكزامير وبتحكي له على اللي حصل، وبتحاول توريه اثار رجل الوحش لكن بتكون اختفت وسط المطر. وينزداي بتستغرب من ظهور اكزامير فجاه، ولما بتساله بيرد عليها وبيقول لها انه سمعها وهي بتتكلم مع تايلر، فجه وراها عشان يطمن عليها. وهم راجعين على المدينه اكزامير بيسالها عن الرؤيه بتاعتها، وبيقول لها ان باباه خبير روحاني وانه بيقول ان الرؤيه ما بتقولش الحقيقه، لكن هي بتقول له انها شافت كراكستون زي ما هي شايفاه دلوقتي وانها مش هتسكت عن اللي بيحصل ده. فبيقول لها انه بدا يقلق من روين لانه بعت له رساله ورد عليه رد غريب قوي، علشان كده هو شك فيه. تاني يوم في الحفله وينزداي بتكون وسط الفرقه الموسيقيه، لكن اتفقت مع الايد المسحوره انها تولع في التمثال بتاع كراكستون، ووسط ما الناس كلها بتجري بعيد عن النار وينزداي بتكون هاديه خالص وبتكمل عزف على التشيلو. وبعد الحفله لاريسا بتكون في قمه غضبها وبتتهم وينزداي انها السبب في الحريق علشان كانت قاعده هاديه قوي والتمثال بيتحرق، ده غير انها سبب في كل المشاكل اللي بتحصل في المدينه من اول ما جت، بس معهاش اي دليل ضدها. وينزداي بتقول لها ان مش هي اللي عملت كده، فبترد عليها وبتعرفها ان هي عاوز تعمل علاقات جديده بينها وبين البشر، لكن وينزداي بتقول لها ان ده مش هيحصل طالما هي بتداري على الافعال اللي عملها كراكستون مع المنبوذين زمان، وان اهل المدينه هيفضلوا يكرهوهم طول عمرهم. لاريسا بتحس انها هتتعب بالكلام مع وينزداي فبتطلب منها تمشي، وبتعرفها انها هتراقبها اكتر من الاول. بالليل الوحش بيهاجم واحد في الغابه، ولما الشرطه بتوصل المكان بيلاقوا الكاميرا بتاعت الراجل اللي مات وبيكون فيها صور
للوحش. بتبدأ الحلقة الرابعة مع وينزداي وهي بتدخل مكتب الطبيب الشرعي في المدينة بمساعدة الإيد المسحورة عشان هي عاوزة تعرف معلومات أكتر عن ضحايا الوحش وعاوزة تفحص جثة الضحية الأخيرة. لكن فجأة بيوصل الطبيب الشرعي ومعاه المأمور. وينزداي بتستخبى بسرعة وبتسمعهم وهما بيتكلموا وبتعرف إن الوحش بياخد أجزاء من الجثث بتاع الضحايا، يعني هي قدام قاتل متسلسل. تاني يوم الصبح بتشارك النتائج اللي هي وصلت لها مع إينيد واللي بيغمى عليها لما بتشوف الصور البشعة بتاعت الجثث. وفي المدرسة وينزداي بتلاحظ إن إكزامير متعور في رقبته وبتعرف منه إنه اتعور في مباراة مبارزة، لكن هي بتكون شاكة في كلامه فبتقرر إنها تراقبه وبتروح على الكوخ بتاعه وبتلاقي رسومات كتيرة للوحش فبتاخد منها رسمتين بس. وهي ماشية إكزامير بيشوفها ولما بيسألها هي بتعمل إيه هنا ما بتلاقيش كلام مناسب تقوله غير إنها تطلب منه يروح معاها الحفلة بتاعة المدرسة آخر الأسبوع. إكزامير بيفرح قوي وبيفتكر إنها معجبة بيه. بعدها بتروح على المأمور وبتحكي له على اللي حصل، لكن المأمور ما بيقتنعش بكلامها وبيطلب منها دليل. وهي خارجة من القسم بتقابل تايلر ولما بيعرف منها إنها رايحة الحفلة مع إكزامير بيزعل جامد وبيتهمها إنها بتستغله ومش حاسة بيه ولا بمشاعره ناحيتها. وإن إزاي بتحاول تفهمه لكن بترجع في كلامها وبتقوله إن عندها مشاكل كتير أكبر من الكلام اللي هو بيقوله ده. في الوقت ده بيكون لوكاس ابن عمدة المدينة بيتعرف على إينيد وبيطلب منها يروح معاها الحفلة بتاعة المدرسة. إينيد بتصدقه وبتوافق وبتكون فرحانة قوي. بعد كده وإن إزاي بتروح على الكوخ بتاع يوجين وبيتفرجوا سوا على الصور بتاعة الوحش وبتقوله إنها عملت كده عشان إينيد قلبها ضعيف قوي. يوجين بيقول لها إن المكان مكانها وبيقول لها كمان إنه شاف المكان المرسوم على صورة من الصور وإنه موجود في الغابة. فبيروحوا بسرعة على هناك وبيكتشفوا إن الكهف بتاع الوحش وبيدخلوا وبيلاقوا عظم كتير قوي. وسط العظم ده وينزداي بتلاقي مخلب من مخالب الوحش فبتاخده بسرعه وبتمشي. وينزداي بترجع على الكوخ بتاع إكزامير وبتدور على اي حاجه تاخدها معاها كدليل وبتفضل تدور لغايه لما بتلاقي قماش عليه الدم بتاعه وبيدخل عليها إكزامير فجاه وبيسالها هي جت هنا تاني ليه. فبتساله عن علاقته بالوحش وانه ازاي عرف شكله وشكل المكان بتاعه وقدر يرسمه. فبيقول لها انه مش عارف هو كمان ايه اللي بيحصل معاه لان الوحش ده بقاله مده بيجيله دايما في خياله ومش قادر يتخلص منه وبيرسمه من غير ما يحس، لدرجة ان مرة وهو بيرسمه لقى المخالب بتاعته خرجت من الرسمة وعورته في رقبته. وينزداي بتستغرب من كلامه وانه المفروض عنده قوة ضد الكلام ده وانه كان ممكن يمنع كل ده بسهولة. فبيقول لها انه بيكون ضعيف قوي لما الوحش بيدخل جوه خياله. وبيقول لها كمان انه كده عرف انها طلبت منه يروح معاها الحفلة عشان تغطي على وجودها المرة اللي فاتت وبيكون زعلان قوي علشان كدبت عليه وبيطلب منها تخرج من المكان. وينزداي بتاخد المخلب والقماش وبتروح على المأمور وبتقوله انها كده عملت اللي عليها وجابت له دليل ملموس الدور عليه عشان يعمل تحليل حمضنوي ويتأكد من شخصية الوحش. يوجين بيكون زعلان علشان مش لاقي حد يروح معاه الحفلة. ولما وينزداي بتقوله ان هي كمان مش هتروح الحفلة عشان هي لوحدها بيعرض عليها يروحوا الحفلة سوا. لكن وينزداي بتقوله انهم هيروحوا على الكهف بتاع الوحش عشان يراقبوه وبتطلب منه يجهز نفسه ويعدي عليها في السكن عشان يروحوا سوا. بالليل وينزداي بتلاقي الباب بيخبط وبتكون فاكرة يوجين لكن بتتفاجئ انه تايلر وبيقول لها ان رسالتها وصلت وانه عجبه الكلام اللي فيها وانه فرح قوي بدعوتها ليه علشان يروحوا الحفلة سوا. وينزداي بتفهم القصة وان الايد المسحورة هي اللي كتبت الرسالة لتايلر وودتها له على الكافيه كمان. مش بس كده دي بتكون مجهزة ليها فستان سواري عشان كده ما بتقدرش تعمل حاجة قدام كل اللي بيحصل ده وبتلبس الفستان وبتروح على الحفلة مع تايلر. وبيقابلها يوجين في السكة وبيزعل لما بيعرف انها رايحة الحفلة وبيقول لها انه هيروح على الغابة لوحده لكن هي بتحذره وبتطلب منه ما يروحش هناك خالص لان الغابة مكان خطر قوي عليه. في الحفلة إكزامير بيكون زعلان قوي لما بيشوف تايلر مع وينزداي وبيطلب من بيانكا تستخدم قوتها وتساعده انه يوصل لقلب وينزداي لكن بيانكا بترفض وبتزعل منه وبتسيبه وبتمشي. فبيقوم بيتكلم مع وينزداي وبيقول لها انه تايلر واصحابه دمروا المرسم بتاعه زمان واتريقوا عليه جامد قوي وضربوه. في الوقت ده بيوصل زمايل لوكاس وبيكون معاهم عربيه مليانه دهان لونه احمر عشان يبوظوا بالحفل لكن هو بيحاول يمنعهم لانه لما قرب من إينيد حس ان المنبوذين كائنات طيبه بس اصحابه بيرفضوا كلامه وبيكملوا الخطه بتاعتهم. وفجاه كل اللي في الحفله بيلاقوا رشاشات الميه بترش عليهم اللون ده وبيصرخوا جامد وبيجروا في كل مكان ما عدا وينزداي اللي بتكون مبسوطه باللي بيحصل لكن بتزعل لما بتعرف ان الدهانات دي مش دم حقيقي. وفجأة بتجيلها رؤية بتشوف فيها يوجين والوحش بيهجم عليه تجري بسرعة على الغابة علشان تنقذه لكن بتوصل متأخرة وبتلاقي يوجين ميت. تبدأ الحلقة الخامسة من المسلسل مع وينزداي وهي ماسكة الملف بتاع باباها وبتحاول تعرف معلومات اكتر عنه وهل هو مجرم فعلا ولا لا. وبترجع بينا الاحداث اليوم اللي حصلت فيه الجريمة وبنشوف لاريسا وهي بتقول شهادتها للشرطة وان جوميز هو اللي موت جارتيس وهما بيتخانقوا بسبب
مورتيسا. وبنرجع للمدرسة وبنكون في يوم زيارة الأهالي للطلبة، وبتوصل أسرة وينزداي ومامتها بتكون قلقانة علشان حاسة إنها مش عاوزة تقابلهم، وبيكون عندها حق عشان وينزداي شافتهم ولسه واقفة مع إينيد صاحبتها. وفي وسط كل ده لاريسا مديرة المدرسة بتقول لكل الموجودين إن الدكاترة قدروا ينقذوا حياة يوجين من الموت بأعجوبة وإنه هيخف ويرجع للمدرسة قريب. لكن وينزداي بتقول لإينيد إنها مش عاوزة تقول الحقيقة، وهي إن يوجين في غيبوبة، وبتقول لها إنها حاسة بالذنب جامد جدا ناحيته علشان ما كانش المفروض تسيبه وتروح الحفل. إينيد هي كمان ما بتكونش مبسوطة بوجود أهلها وخصوصا مامتها اللي دايما قلقانة عليها ومستنية بفارغ الصبر إنها تتحول لذئب عشان تكون زي باقي بني جنسها، على عكس باباها اللي بيكون هادي خالص وبيطمن عليها وبس. إكزامير بيكون لوحده ومحدش من أهله بيجي يسأل عليه، وده بسبب عقوبة الحبس اللي هو بيقضيها في المدرسة. أما بيانكا فبتتفاجئ من وجود مامتها واللي بقالها سنين ما بتسألش عليها، وبتقول لها إن أكيد هي عاوزة منها حاجة لأنها ما بتجيش تزورها غير لما بيكون ليها مصلحة. مامتها ما بتحاولش تنكر ده وبتطلب منها تساعدها على حل مشكلة خاصة بيها وبجوزها الجديد، وده بسبب إن هي بتقدر تأثر على الناس من خلال كلامها المسحور. لما بيانكا بترفض تساعدها مامتها بتهددها إنها هتقول للمديرة إنها اتقبلت في المدرسة بقوة كلامها المسحور مش بقدرتها هي، فبتوافق وهي متضايقة منها جدا. وبنروح لوينزداي اللي بتكون مع أسرتها في مكتب مديرة المدرسة واللي بتشتكي من وينزداي وبتقول لباباها ومامتها إنها متعبة قوي ومثيرة للمشاكل، وبتعرض عليهم إنهم يحضروا معاها جلسة العلاج النفسي اللي جاي. مورتيسا بترفض تحضر جلسة العلاج مع بنتها، لكن جوميز بيكون متحمس للفكرة وبيقدر يقنعها وبيقول لها إن ده هيكون مفيد ليهم قوي وممكن يقربوا من بنتهم أكتر. وفي جلسة العلاج الأسري الدكتورة كينبوت تتكلم معاهم عن بعض وينزداي عنهم الفترة اللي فاتت دي وهل أثر فيهم بالإيجاب ولا بالسلب. كلهم بيكونوا متفقين إنها وحشتهم قوي، لكن وينزداي بتغير الموضوع وبتسأل باباها عن تفاصيل الجريمة اللي هو عملها زمان وعاوزة تعرف مين هو جارتيوس وليه هو قتله. بس مامتها ما بيعجبهاش الكلام ده لأنها مش عاوزة الكلام ده يكون قدام الدكتورة، ده غير إن المحكمة برأت بابا من القضية لعدم كفاية الأدلة وبتقرر تنهي الجلسة. وينزداي بتعرفهم إنها مش هتسكت وهتفضل ورا الموضوع ده لحد ما توصل للحقيقة. بس هم قدام العيادة بيشوفهم المأمور وبيكون عاوز يقبض على جوميز لأنه في نظره هارب من العدالة، وإنه متأكد إن جوميز قدر يخفي أدلة تثبت التهمة عليه ومستغرب قوي من جرأته وظهوره علنا كده. لكن تايلر ابنه بيقول له إنه على الأقل عمل كده عشان بيحب بنته ورايح يحضر معاها جلسة العلاج النفسي، وبيتهمه إنه مقصر في حقه وما عملش معاه كده خالص مع إنه طلب منه كده كتير. المأمور ما بيردش عليه وبيسيبه وبيمشي، وبيجيله تليفون بيعرف منه إن الطبيب الشرعي أنهى حياته، فبيروح على هناك بسرعة وبيكتشف إن المساعدة بتاعته لقت كاميرات المراقبة محطوط عليها البانة سودا وإنها ما قدرتش توصل لأي حاجة غير إن الطبيب الشرعي هو اللي أنهى حياته بنفسه، وإنه ساب مذكرة مكتوب فيها إنه حس بالذنب لما كتب تقرير مزور في قضية قديمة. المأمور بيكون مبسوط لما بيقرا المذكرة دي لأن بيكون فيها تفاصيل عن قضية جارتيوس وإنه كده معاه أدلة أكتر على جوميز، فبيروح بسرعة على المدرسة وبيقبض على جوميز قدام كل الموجودين. وينزداي بتروح تزور باباها في الزنزانة وبتطلب منه يحكي لها ايه اللي حصل بالظبط، فبيقول لها انهم هم لسه طلبة في المدرسة. جارتيوس كان بيحب مامتها قوي لكن مامتها قالت له الحقيقة وانه ما ينفعش يكون بينهم اي علاقة، اولا عشان هو من البشر وهي من المنبوذين، وثانيا عشان هي بتحب جوميز. جارتيوس ما بيعجبوش الكلام ده وبيقرر انه يموت جوميز اللي ما كانش قدامه غير انه يدافع عن نفسه. ووسط الخناقة جارتيوس مات بالغلط، بس وينزداي بتكون شاكة في كلام باباه عشان حركات جسمه بتأكد انه بيكذب، وبتروح للمأمور وبتقول له ان موت الطبيب الشرعي مدبر وان ظهور ادله جديده في قضيه باباها مجرد تشويش عليها عشان ما توصلش للوحش الموجود في المدينه. لكن المأمور بيقول لها ان هي اللي مش فاهمه قضيه باباها كويس وان عيله جارتيوس كلها ماتت في حوادث، وبيتهم باباها ان هو السبب في كل ده. وينزداي بتطلب منه يحكي لها تفاصيل اكتر، فبيقول لها ان ابو جارتيوس انهى حياته هو ومامته واخته غير ومحدش لقى جثتها لحد دلوقتي، ده غير ان تحاليل الحمض النووي للمخلب والقماش ما وصلش لنتيجه مفيده. بعدها وينزداي بتروح لمامتها وبتواجهها بالكلام ده، فبتقول لها ان باباها بريء وان وسط الخناقه جارتيوس كان شكله مرعب قوي وكان في رغاوي بتطلع من بقه ونظراته غريبه، وان هي مسكت السيف وموتته بالغلط وباباها خد منها السيف عشان يشيل عنها التهم. وينزداي بتقول لمامتها ان الاعراض اللي كانت على جارتيوس دي اعراض تسمم، فبيروحوا على قبره وبتاخد جزء من جسمه كدليل على انه تسمم. لكن
لكن الشرطة بتوصل وبتقبض عليهم. في الزنزانة وينزداي بيجيلها رؤية وبتشوف فيها ان ابو جارتيس هو اللي اداه السم بتاع زهرة نايت شيلد علشان يموت كل الطلبة الموجودين في مدرسة نيفرمور. بس وسط الخناقة ازازة السم اتكسرت وجارتيس هو اللي اتسمم. تاني يوم الصبح مورتيسا وبنتها بيروحوا على العمدة، ومورتيسا بتفكره ان هو اللي كان المأمور وقت حادثة موت جارتيس، وبتسأله هو ليه اتستر على الجريمة مع انه عارف الحقيقة كلها. بيقول لها انه حاول يحافظ على الامن في المدينة وما حبش يكون في مشاكل بين البشر وبين المنبوذين. مورتيسا بتطلب منه يفرج عن جوميز واللي هتقول للناس كلها انه اتستر على الجريمة اللي كانت هتحصل لكل الطلبة، فبيوافق على كل اللي هي بتطلبه من سكات. مش بس كده، ده بيعتذر كمان لجوميز. وفي نهاية يوم الزيارة إينيد بتكون مع مامتها اللي بتطلب منها تروح معسكر المذئوبين يمكن ده يساعدها على التحول بسرعة، لكن إينيد بتعرفها انها تتحول في الوقت اللي يناسبها هي وبس. اما مورتيسا بتعرف بنتها انها تكون جنبها في اي وقت، لكن وينزداي تطلب منها انها تعلمها تحضير الارواح والسيطرة على الاموات، بس مامتها بتقول لها ان واحدة من اجدادها بس هي اللي كان ممكن تعلمها كده. وينزداي بتقول لها انها عارفاها وان اسمها جودي. مامتها بتتفاجئ وبتطلب منها تخلي بالها علشان جودي كانت ساحرة قوية وهي اللي موتت كريكستون، وبتديها الكتاب السنوي بتاعها لما كانت في المدرسة عشان تحتفظ بيه تذكار ليها. لكن وينزداي بتلاحظ حاجة غريبة في الكتاب وبتروح بسرعة على المديرة لاريسا وبتقول لها انها عرفت حقيقتها وانها متحولة علشان صورتها في الكتاب وهي بتعمل دور مطربة مشهورة في الحفلة ملامحها كانت زيها زي المطربة بالظبط. ده بيثبت ان هي اللي كانت متحولة في شخصية روين بعد ما مات. لكن لاريسا بتقول لها انها بتعمل كل ده عشان تحافظ على هدوء واستقرار المدرسة وان سمعة المدرسة تفضل كويسة بدل ما تتقفل وكلهم يتشردوا. ده غير ان ابو روين موافقها في كل اللي هي عملته لان روين كان مضطرب قوي وكان خطر وبيستخدم قوته غلط. فجأة وهما بيتكلموا بيسمعوا دوشة في حوش المدرسة، فبيبصوا من الشباك وبيشوف ان في حد ساب رسالة مكتوبة بالنار بتقول ان السما هتمطر عليهم نار. تبدأ الحلقة مع وينزداي وهي قاعدة بتحضر روح جدتها جودي عشان تتعلم منها ازاي تتحكم في قوتها وتسيطر على الاموات، لكن بتوصل إينيد وبتقطع عليها الجلسة وفي حد بيرمي رسالة من تحت الباب بيطلب من وينزداي انها تقابله في سرداب بيت كريكستون في نص الليل. وينزداي بتروح على هناك في الميعاد وبتتفاجئ ان إينيد وزمايلها عاملين لها مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها، بس وينزداي ما بيفرقش معاها الكلام ده وبتلاحظ كتابة على الدفاية القديمة ومكتوب عليها نفس الجملة اللي اتكتب بالنار في جنينة المدرسة. وبتشوف رؤية بتقابل فيها جودي اللي بتقول لها ان كريكستون هيظهر من تاني وهيموت كل المنبوذين، وبتوريها بوابة مكان قديم وبتطلب منها تدور جوه المكان ده على الحاجة اللي هتخليها تقضي على كريكستون. تاني يوم لاريسا بتكون في مكتب العمدة وبتطلب منه يمنع الطلبة المشاغبين اللي بيهددوه وكتبوا رسالة التهديد بتاعت امبارح. العمدة بيقول لها انه مش مقصر في اي حاجة من ناحية الموضوع ده، واكبر دليل انه بيعاقب ابن لوكاس على اللي هو عمله في الحفلة بتاعته وانه بيخليه يقوم بالعمل التطوعي في مدرسة نيفرمور، وبيقول لها ان اللي عمل كده ممكن يكون من عندها في المدرسة. في الوقت ده بيحاول اكزامير يطمن على وينزداي وبيسألها عن الرؤية اللي شافتها امبارح في السرداب، لكن هي بتعامله ببرود عشان هي لسه شاكة فيه انه هو الوحش. فبيقول لها لما تتأكد ان مش هو الوحش وتصدق وتثق فيه هي عارفة هتلاقيه فين، وبيسيبها وبيمشي. بعدها بتروح على يوجين في المستشفى وبتدخل عليها الدكتورة كينبوت ومعاها بوكي ورد وبتعرف منها ان مامة يوجين بتشتغل معاه، عشان كده هي جت على المستشفى عشان تطمن عليه. وبتحاول تتكلم مع وينزداي عشان تقرب منها اكتر، لكن وينزداي بتأثر معاها في الكلام وبتسيبها وبتمشي. في الوقت ده بتوصل رسالة للعمدة ووكر وبيكون فيها شهادة وفاة لوريال اخت جارتيس لانه شاكك انها لسه عايشة، ممكن تكون هي السبب في المشاكل اللي بتحصل في المدينة عشان تنتقم لاخوها. وفي الكافيه وينزداي بتقابل تايلر وبتوريه رسمة لبوابة المكان اللي قالت عليه جودي، فبيقول لها انه ما يعرفش عنه حاجة. وبيدخل عليهم المأمور وبتقول له ان الجملة اللي اتكتبت بالنار في المدرسة موجودة في سرداب كريكستون، وبيطلب منها تبطل تنبش في الماضي وتحاول تعيش من غير ما تعمل مشاكل. وينزداي بتروح لاكزامير بتوريه رسمة البوابة وبتتفاجئ انه رسمها عنده، وبيقول لها انها جت في خياله مش عارف ليه. فبتسأله اذا كان الوحش لسه بيجيله في خياله ولا لا، فبيقول لها لا، لكن هو حاسس بيه حواليه. وبيقول لها ان المكان ده يبقى قصر عيلة جارتيس. وينزداي بتروح على القصر وبتشوف العمدة وهو خارج منه وبتسمعه وهو بيكلم المأمور وبيطلب يقابله في الكافيه عشان هو عارف مين هو الوحش اللي في المدينة. فبتركب في عربيته من غير ما ياخد باله، واول ما بيوصل للكافيه بتخبطه عربية من غير ارقام بس مش بيموت وبيدخل في غيبوبة. وينزداي بتقول للمأمور ان موضوع الوحش ليه علاقة بحد من عيلة جارتيس، لكن هو ما بيصدقهاش عشان هو متأكد ان كلهم ماتوا. لاريسا بتكون زعلانة قوي
ومتضايقه من اللي بتعمله وينزداي، لان كل لما بتحصل مشكله هي بتكون موجوده فيها، عشان كده بتقرر تمنعها من الخروج من المدرسه. بالليل ميس ستور بتروح لوينزداي وبتواسيها وبتطلب منها بلاش تتحدى ميس لاريسا، وانها خايفه عليها لحسن تطردها من المدرسه. تاني يوم وينزداي تطلب من تايلر انهم يخرجوا سوا، ونفس الوقت بتكون متفقه مع اينيد انهم يهربوا من المدرسه ويخرجوا مع بعض يشموا شويه هوا. الاتنين بيتفاجئوا ان وينزداي بتروح بيهم على قصر جارتيس، وما بيكونش قدامهم غير انهم يدخلوا معاها عشان ما تكونش لوحدها. في الوقت ده اكزامير بيكون قدام السكن بتاع وينزداي وبينده عليها لكن محدش بيرد، فبيدخل وبيلاقي الايد المسحوره اللي بتقول له ان وينزداي راحت على قصر جارتيس اللي بيكون فيه اوضه مترتبه قوي ونضيفه. وينزداي واينيد بيكتشفوا ان دي اوضه لوريال اخت جارتيس، لانهم لقوا صندوق الموسيقى بتاعها المكتوب عليه اول حرفين من اسمها، وده معناه انها موجوده في المدينه وعايشه في البيت ده. وفجاه بيسمعوا صوت تايلر وهو بيصرخ وبيحذرهم من الوحش، فبيجروا بسرعه وبيستخبوا منه. وفجاه بيلاقوا نفسهم في البدروم بتاع القصر واللي مليان اعضاء بشريه، فبيجروا بسرعه وبيروحوا على تايلر اللي بيكون متعور من الوحش. وبيوصل اكزامير وبيساعدهم عشان ياخد تايلر على البيت، لكن المأمور بيكون متضايق قوي من اللي بيحصل، فبتحكي له وينزداي على اللي هم شافوه وبتاخده وبتروح بيه على البيت، بس بتلاقيه فاضي خالص وما فيهوش اي حاجه من اللي شافوها. المأمور بيقول لها انها بتكذب وانها عرضت حياه ابنه للخطر، وبيطلب منها تبعد عن ابنه خالص. لاريسا بتكون في قمه غضبها من اللي بيحصل، لكن وينزداي بتوريها الصوره بتاعه الكتاب وانها النبوءه بتاعه مامة روين، واللي بتقول ان في مواجهه هتحصل بينها وبين كراكستون، وبتطلب منها فرصه اخيره عشان تقدر تثبت لها كلامها وانه كلامها صح. لاريسا بتوافق وبتقول لها انها لو فشلت هيكون مصيرها الطرد من المدرسه. وينزداي بترجع على اوضتها وبتمسك اللعبه بتاعه لوريال وبتلاقي فيها صور ليها في اماكن كتير في المدينه. في الوقت نفسه بيكون في حد في المستشفى بيشيل خرطوم الاكسجين علشان يموت العمده. بتبدا الحلقه السابعه من المسلسل مع وينزداي اللي بتكون في جنازه العمده، وبتشوف شخص غامض بيتفرج على الجنازه من بعيد، واول ما بيشوفها بيجري في الغابه، بتجري وراه وبتكتشف انه عمها فوستر واللي جه على المدينه عشان يهرب من الشرطه اللي بتدور عليه، لانه دايما بيعمل مشاكل في مدن كتير حواليهم. فبتاخده وبتروح بيه على الكوخ بتاع يوجين علشان يستخبى فيه، وبتحكي له على كل اللي حصل معاها من اول يوم جت فيه المدرسه. فوستر بيقول لها ان الوحش ده اسمه هايد، وبيحكي لها عن مذكرات قديمه موجوده في المكتبه السريه بتاعه نايتشي، وان المذكرات دي بتاعه مؤرخ قديم اسمه فولكر، واللي لف العالم كله قبل ما تتعمل مدرسه نيفرمور عشان يعمل تصنيفات لوحوش المنبوذين. بالليل وينزداي بتروح على مكتبه نايتشي وبتقابل اكزامير اللي بيتهمها انها بتتعامل معاه بطريقه مش كويسه طول الفتره اللي فاتت، وان مشكلتها انها ما تعرفش مين هم اصدقائها ومين هم اعدائها، مع انه دايما بيكون جنبها وبينقذها من اي مشكله بتحصل معاه. فبتساله عن سبب ظهوره فجاه في كل مره هي بتكون فيها في مشكله، ودايما ده بيحصل بعد ما الوحش بيختفي على طول، وان رسوماته كلها عن الوحش بتخليها شك فيه دايما انه هو الوحش. بيقول لها ان لو كلامها ده صح هو ليه ما موتهاش، فبتقول له انها ما تعرفش ليه. وبيظهر العم فوستر ومعاه المذكرات بتاعه فولكر، فبتقراها وبتعرف ان وحوش الهايد فنانين بطبيعتهم، وانهم اتولدوا من طفره، وان الجانب المتوحش من شخصياتهم بيكون هادي ومستقر جدا لحد ما بيحصل لهم حاجه معينه، زي انهم يتعرضوا لحوادث مؤلمه، او ان حد يسيطر عليهم بالتنويم المغناطيسي او بالمركبات الكيميائيه، وان اي حد بيعمل معاهم كده هم بيكونوا خدام ليه وبيكون هو السيد بتاعهم. وهنا وينزداي بتعرف انها بتدور على 2 من القتله، وحش الهايد والشخص اللي بيتحكم فيه. تاني يوم وينزداي بتتجسس على اكزامير لانها مقتنعه ان هو الوحش، وبتشوفه هو بيقابل الدكتوره كينيبوت في مكان بعيد عن المدينه، وبتعرف ان كينيبوت هي اللي بتتحكم في اكزامير، وبتجري بسرعه عشان تبلغ المديره لاريسا، وبتتفاجئ انها بتلاقي الدكتوره كينيبوت موجوده، فبتاكل كلامها مع المديره وبتروح على تايلر وبتوريه المذكرات بتاعه فولكر، وبيشوفهم المأمور وبيطلب من تايلر انه يبعد عنها نهائيا، وبيكون معاه صور لفوستر عشان هو بيدور عليه لانه مطلوب للعداله. تايلر بيطلب من وينزداي انهم يتقابلوا في السرداب بتاع كراكستون، بس هما مع بعض بيدخل عليهم المأمور واللي بيكون فاكر ان فوستر موجود في المكان ده. وينزداي بترجع على السكن بتاعها وبتتفاجئ ان في حد خد اليوميات بتاعت فولكر وضرب الايد المسحوره بالسكينه، فبتاخدها بسرعه وبتروح على فوستر وبيقدروا ينقذوها من الموت، وبتوعدها انها تنتقم لها من اللي عمل فيها كده، وبتطلب من عمها فوستر يحاول يختفي لان المأمور بيدور عليه في كل حته. وبتروح على المديره لاريسا والمشرفه سور وبتحكي لهم عن اللي حصل، وكالعاده لاريسا بتكون زعلانه من تصرفات وينزداي الغريبه وانها ما بتسمعش كلامها ودايما بتتحداها، لكن وينزداي بتتهمها انها عارفه كل حاجه عن الوحش ومع ذلك خبت عليها الحقيقه، فبتقول لها ان كل اللي
بيهمها هو انها تحافظ على سمعة المدرسة لانها ورث اجدادها وبني جنسها، واللي وينزداي واحدة منهم. بس وينزداي ما بيهمهاش اللي هي بتقوله وانها مش واثقة فيها وبتسيبها وبتمشي. تاني يوم بيانكا بتقابل وينزداي وبيكون معاها لوكاس ابن العمدة، وبتقول لها ان عندها معلومات عن الشخص اللي قتل العمدة، وان العمدة مات بسبب انه قدر يوصل لاخت جاريس وكان خلاص هيقبض عليها. وينزداي بتروح على الدكتورة كينابوت لانها متأكدة انها لوريال اخت جاريس، وان هي اللي بتتحكم في وحش الهايد وبتخليه يعمل الجرايم دي كلها، لانها دكتورة نفسية وتقدر بكل بساطة تسيطر على الوحش بالتنويم المغناطيسي. لكن كينابوت بتنكر كل اللي بتقوله وينزداي، بس وينزداي بتقول لها انها مش هتسيبها غير لما تخليها تدفع ثمن كل اللي هي عملته، وبتسيبها وبتمشي. كينابوت بتتصل بلاريسا وبتحكي لها على اللي حصل، وان وينزداي بقت خطر على كل الموجودين في المدينة، بس وهي بتتكلم بيهجم عليها الوحش وبيموتها. وينزداي بتروح تقابل اكزامير وبتواجهه بالادلة الموجودة في الكوخ بتاعه واللي بتثبت كلها ان هو الوحش ده، غير انها شافته وهو بيقابل الدكتورة كينابوت السيد بتاعه واللي هو بينفذ كل طلباتها. لكن هو بيقول لها انه بيقابل كينابوت عشان يحكي لها على ان الوحش دايما بيجيله في خياله، وانه حاسس ان في حد مراقبه وهو اللي بيعمل فيه كده، علشان كده طلب يقابلها بعيد. وقبل ما يكمل كلامه الشرطة بتهجم على المكان وبتقبض عليه، وبكده تعتبر القضية اتقفلت. بعدها وينزداي بتروح تقابل تايلر وبتحكي له على اللي حصل، واللي بيكون مبسوط باللي هو بيسمعه منها. بس فجأة بتجيلها رؤية بتشوف فيها ان تايلر هو الوحش وهو اللي قتل الدكتورة كينابوت. وينزداي بتمشي بسرعة من قدام تايلر، والحيرة والخوف مسيطرين عليها جامد لانها بكده ظلمت اكزامير وان تايلر هو الوحش. تبدأ الحلقة بلقاء بين وينزداي وتايلر في الغابة. وينزداي بتواجه تايلر بالحقيقة وانها متأكدة ان هو وحش هايد، لكن تايلر بيقول لها ان كل اللي هي بتقوله مش مظبوط. بس بتفاجئ باصحاب وينزداي بيحاوطوه وبيخطفوه في الكوخ بتاع اكزامير. وينزداي بتطلب منه يقول الحقيقة كلها ومين هو السيد بتاعه اللي هو بيخدمه، وبتقوله انها عرفت ان مامته من المنبوذين وان بابا وقع في غرامها واتجوزها، مع انه كان عارف انها واحدة من وحوش الهايد، وده معناه ان جينات وحش الهايد موجودة جواه. بس تايلر بيقول لها ان كل كلامها ده مش مظبوط وانه مش هو الوحش. فبتقوم وينزداي مطلعة ادوات التعذيب عشان تخليه يتكلم، بس اصحابها كلهم بيقولوا لها انهم ما اتفقوش معاها على كده وانهم مش موافقين على اللي هي بتعمله. لكن وينزداي ما بتسمعش كلامهم وبتكمل في اللي هي بتعمله، فبيسيبوها وبيمشوا وبيروحوا على المديرة لاريسا وبيحكوا لها اللي حصل. فبتتصل بالمأمور عشان ينقذ تايلر. في الوقت ده وينزداي بتسأل تايلر لاخر مرة قبل ما تعذب، وبتطلب منه يقول لها ايه سبب وجود الاعضاء البشرية في البدروم بتاع قصر جارتيس. لكن تايلر بيقول لها انه ما يعرفش اي حاجة عن الكلام ده، فبتقول له انه كده هو اللي اختار. بس قبل ما تبدأ في تعذيبه المأمور بيجي وبيقبض عليه. وفي اسم الشرطة المديرة لاريسا بتطلب من المأمور انه ما يعملش قضية، وفي المقابل هي هتطرد وينزداي من المدرسة ومن المدينة كلها. لكن وينزداي ما بيهمهاش كل ده، وبتتهم المأمور انه كان عارف ان ابنه هو الوحش، وان موت مامته اثر فيه جامد وخلاه فريسة سهلة لاخت جارتيس عشان تتحكم فيه. بس هما ماشيين تايلر بيطلب انه يتكلم معاها على انفراد، وبيلمس في ودنها وبيقول لها انها دخلت عش الدبابير برجليها وان اللي جاي هيكون اسوأ. لاريسا بتطلب من وينزداي انها تجهز نفسها عشان هتمشي من المدرسة بكرة بعد الظهر. وينزداي بتحاول تشرح لها اللي حصل وبتعرفها ان كل اللي بيحصل ده متوقع، ودي نبوءة مامة روى، واللي بتقول ان وينزداي هتكون سبب في مشكلة كبيرة هتحصل في المدينة. لاريسا بتقول لها عشان كده هي شافت ان الحل الوحيد لكل ده انها تمشي وتسيب المدينة خالص، وبكده هي هتنقذ كل الموجودين فيها. وبكل يأس وينزداي بتروح تقابل اكزامير في السجن وبتقوله انها عرفت ان تايلر هو الوحش، وبتعتذر له عشان هي ظلمته وبتطلب منه يساعدها. لكن اكزامير ما بيقبلش اي اعتذار وبيرفض انه يساعدها، وبيطلب منها تمشي من المدينة من سكات. تاني يوم وينزداي بتكون مع زمايلها وبتعتذر لهم عن اللي حصل، وبتطلب منهم يخلوا بالهم من المدرسة، وبتحذرهم من تايلر واللي ناوي يعمله، وبتدخل عليهم من السور بتدي هدية لوينزداي وبتتمنى لها التوفيق. بعدها وينزداي بتروح على يوجين عشان تودعه، واللي بيكون فاق من الغيبوبة، وبيحكي لها عن اللي حصل في الغابة يوم الحادثة، وانه في حد حرق الكهف بتاع الوحش. بس هو لاحظ حاجة غريبة، وهي ان الجزمة بتاعت الشخص اللي حرق الوحش كانت بلاستيك ولونها احمر. وينزداي بتسمع الكلمة دي وبتعرف مين اللي عمل كده، وهي ميس سور اللي دايما بتكون لابسة الجزمة الحمراء اللي شافها يوجين، عشان هي دايما بتكون في البستان بتاع المدرسة. وده معناه انها قدرت تسيطر على تايلر بالمركبات الكيميائية اللي بتاخدها من الزهور والنباتات. فبترجع على المدرسة وبتواجهها باللي هي عرفته، وبيكون معاها تايلر وبتقول لها ان هو اللي قال لها على كل حاجة. لكن
تايلر بيكون ساكت خالص. سور بتعترف بكل حاجه وانها هي لوريال اخت جارتيس وهتنتقم لكل عيلتها منهم كلهم، وبتطلب من تايلر انه ينفذ كلامها ويموت وينزداي. بس بتتفاجئ ان مس لاريسا هي اللي بتكون منتحله شخصيه تايلر واللي جت مع وينزداي عشان تتاكد بنفسها وتعرف الحقيقه، لكن سور بتضربها بحقنه من سم النايت شيد وبتموتها، وبتضرب وينزداي وبتاخدها على السرداب وبتكتفها وبتوريها انها بتستخدم الاعضاء البشريه اللي تايلر جمعها من الضحايا بتوعه عشان ترجع كريكستون للحياه من تاني، لان كريكستون يبقى جدها واللي كان طول حياته بيحاول يقضي على المنبوذين عشان يحمي البشر منهم. لكن جودي جدة وينزداي قتلته وخدت ارضه وعملت عليها مدرسه نيفرمور، وانها هي وعيلتها قرروا انهم يكملوا مسيره جدها كريكستون ويموتوا كل المنبوذين، وان اخوها مات وهو بيعمل كده، وباباها ومامتها انهوا حياتهم بسبب موت ابنهم. لكن هي قررت انها تكمل المشوار وبتقول لها ان هي المفتاح اللي هيفتح التابوت بتاع كريكستون وسط التعويذه، فبتمسكها جامد وبتحط ايدها على التابوت وبتكمل التعويذه. في الوقت ده يوجين بيتصل بإينيد وبيسالها عن وينزداي وبيقول لها انها مشيت من عنده وراحت على المدرسه عشان تقبض على سور، وبتدخل الايد المسحوره وبتحكي لإينيد على كل اللي حصل بين سور ووينزداي، وبيسمعهم يوجين وبيقرر انه يروح ينقذ وينزداي من سور، ومامته بتحاول تمنعه لكن هو بيرفض وبيسيبها وبيمشي. وبنلاقي المساعده بتاعه المأمور بتتصل بيه وبتقول له ان مامة يوجين اتصلت بيهم وبلغت عن جريمه ممكن تحصل، بس هي اتفاجئت ان في حد بوظ كاوتشات عربيات الشرطه كلها، فبيرجع بسرعه وبيسيب اكزامير في العربيه وبينزل، والايد المسحوره بتساعد اكزامير في الهرب. وبنروح لسور اللي بتكون قدرت تكمل التعويذه ورجعت كريكستون للحياه من تاني، واول ما بيشوف وينزداي قدامه بيعرف انها من نسل الساحره جودي، فبيثبتها بقوته وبيضربها بالسكينه، لكن جودي بتظهر لوينزداي وبتنقذها من الموت بقوتها السحريه، وبتقول لها انها هتخلي روحها تدخل جواها عشان تهزم كريكستون، وان في الحاله دي هي مش هتقدر تشوفها تاني للابد. وينزداي بتوافق وبتطلب منها تعمل كده بسرعه. إينيد بتجمع الطلبه كلهم وبتحكي لهم على اللي حصل، وبتطلب منهم يحاولوا ينقلوا الطلبه وياخدوهم على مكان امن بس من غير ما سور تعرف. بيانكا بتستخدم قوه كلامها المسحور وبتخلي الطلبه ينفذوا كل اللي هي عاوزاه بكل هدوء، وإينيد بتاخد الايد المسحوره وبيدوروا على وينزداي. وينزداي بتكون في الغابه واقف قدامها تايلر وبيتحول لوحش الهايد وبيحاول يموتها، لكن إينيد بتتحول لذئب وبتخش في معركه جامده مع تايلر علشان تخلي وينزداي تروح تموت كريكستون. المأمور بيشوف اللي بيحصل ده وبيضرب ابنه بالرصاص وبيرجع لشكله البشري وبيقبض عليه، وبيوصل كريكستون المدرسه ومعاه سور اللي بتقوله انها فرحانه قوي عشان قدرت ترجعه للحياه من تاني، فبيقول لها انها غبيه زي عيلتها وان هو بيحقق مجد شخصي ليه بمساعده الاغبياء اللي زيه، وبيطلب منها تمشي من قدامه والا هيقطع لسانها، وبيقول لكل الطلبه المنبوذين انه هيموتهم كلهم ويتخلص منهم للابد. لكن وينزداي بتوصل للمدرسه وبتدخل في معركه مع كريكستون، وبيانكا واكزامير بيحاولوا يساعدوها لكن كريكستون بيضربهم لانه قوي جدا. وينزداي بتفتكر ان جدتها جودي قالت لها عليه، وان الطريقه الوحيده لموت كريكستون هي انها تغرز خنجر في قلبه بالظبط، فبتركز جامد وبتستجمع قوتها كلها وبتضرب كريكستون في قلبه عشان يموت وينتهي للابد. لكن المعركه لسه ما خلصتش علشان سور بتكون عاوزه تنتقم لجدها، وينزداي بتقول لها انه خدعهم كلهم وان هو المعتدي على ارض المنبوذين، لكن سور ما بتصدقهاش. وفجاه بيوصل يوجين اللي بيأمر النحل بتاعه انه يهجم على سور ويموتها. بعدها وينزداي بتكون زعلانه على موت المديره لاريسا لانها قضت حياتها كلها عشان تحمي المنبوذين، وبتشكر كل زمايلها اللي ساعدوها، وبتتكلم مع اكزامير اللي بيقول لها انه مسامحها على كل اللي حصل، وبيديها تليفون صغير عشان يبعت لها رسائل عليه ويطمن عليها. بس وهي راجعه على بيتها بتلاقي حد بعت لها رسائل على تليفونها بتعرف منها انه لسه بيراقبها وانه هينتقم منها مهما طال الزمن، وبتعدي على عربيه الشرطه اللي بيكون فيها تايلر وهو مقبوض عليه ومتكتف، وفجاه بيتحول لوحش الهاي. وبكده احنا وصلنا لنهايه الحلقات كلها. يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. سلام عليكم.